السلام عليكم. كنا ضيف التلخيص ديال الحلقة 3. بغيت نقول لكم باللي سمحوا لي غلطت في السمية ديال البطلة، هي سميتها هيجو وانا سميتها يوري. غنكون شفتها فشي بلاصة وغلطت، المهم سمحوا لي. المهم دابا يوري هي هيجو. مورا داك التفرقيع اللي وقع في البلاصة فين خدام بايك فاق لقى راسو في السبيطار، وجا عندو السكرتير ديالو بارك ووراه شي تسجيلات ديال الكاميرا. صافي بايك تخلع، ناض مشى كيجري للدار حيت خاف على مرتو هيجو. فاش وصل للدار لقى هيجو واقفه ومصدومه، وهو يقول لها راه والله حتى لفضح واحد خيتي كتشبه ليك، فوتوكوبي ديالك، خصني ضروري نعرف شكون هي. مول الحال صيفط له الباترون ديالو ميساج وقال ليه اش دا كيعيف الرجال تفرقع شي قنبول في البلاصه فين خدام بايك، واش انا قلتها لك؟ واش تشاورتي معايا؟ واخا الباترون ديالو كان معصب بزاف، مول الحال كاع ما تسوق ليه. بارك كان واقف متبع الخدمه ديال البوليس اللي كيديروا تحقيق في داك التفرقيع، شويه وهما يسمعوا تفرقيع واحد اخر برا ديال الشركه. فاش طلعوا بانت ليهم واحد البركاسه شاعله فيها العافيه، شي حد فرقعها. فاش هبط بارك بان ليه واحد السيد داير الحاف وجالس كيتفرج في داكشي اللي دار. بارك ما فكر جوج مرات، صافي مشى نيشان بقى تابع هاد السيد كيجري موراه حتى شدو وداه دخلوا عند البوليس اللي كانوا في لوزين كيديروا تحقيقات تما باش يحقوا معاه ويشوفوا شنو تحت راسو. في هاد الوقيته بايك كان مشى باش يتغدى مع واحد الصحفيه اللي كان داير معاها يتغداو في واحد الريستو. ديك الصحفيه خدامه نيت مع مرتو هيجو. فاش غادي يوصل بايك للريستو غيلقى تما هيجو وسانكو جالسين كيتغداو مع بعضياتهم. هيجو غتشوفو غتقول مع راسها باينه غادي يدير راسو ما كيعرفنيش، حيت ما بغيت حتى شي حد يعرفنا بلي كنعرفو بعضياتنا ولا بيناتنا شي حاجه. ولكن هو غادي يصدمها، غادي يقول لها السلام لاباس عليك هيجو كي دايره بخير، وغادي يقول لها واش نقدر نجلس معاكم. غيعيط على ديك الصحفيه باش زعما يتغداو هما بربعه مجموعين، وغتجي وغادي يجلسوا بربعه يتغداو شويه. بايك غادي يبان ليه كيفاش سانكو كيتعامل مع يورو ما غاديش يعجبو الحال. كيبقى يحط ليها الماكله، كيبدا يضحك معاها، ومن الفوق كيدوي معاها بلغه الاشاره، زعما اللغه ديالهم، وبايك ما كيفهم حتى وزه، وعند بالو زعما راه كيدويو على شي حاجه خياليه، هما والو كيدويو على حوايج عاديه جدا. شويه غادي يبدا يدوي مع سانكو، غيبقى يعطيه القميع الكسرات، وغيبقى يعطيه للراس. صافي هيجو ما غاديش يعجبها الحال، غتقول واه حشومه، السيد مسكين عيد ريف وهذا. غدير راسها غدا للطواليت وغتنوض وغادي تعيط على بايك غادي يشوفها كتشير ليه وغيمشي عندها، غتهز هي التليفون ديالها وغتكتب فيه مالك مع السيد مسكين، راه ولد الناس وما دار لك والو. غيقول لها بايك دابا هو ولد الناس وانا ولد الحرام ياك اختي، واخا. وغادي يمشي وغادي يخليها. بايك صونى عليه بارك وقال ليه راه شدينا مول الفعله وراه كان هاز معاه بزاف ديال القنبول. بايك غادي يمشي موراها نيشان اللوزين ديالو باش يشوف شنو واقع. غادي يقول ليه بارك راه البوليس داروا التحقيقات ديالهم مع داك السيد اللي شديناه، ولكن طلع ماشي هو مول الحاف وماشي هو اللي كيبقى يصوني عليه. وعرفوا البوليس باللي هو غير مريض وعزيز عليه يبقى يفرقع البلايص. ومول الحاف مشى عنده وقال ليه واش تفرقع واحد البركاسه، وراه عرفنا باللي ماشي هو اللي فرقع لوزين حيت اصلا ما قادرش عليها، قال لك هو ما عزيزش عليه داكشي الكبير، كيعجبو هذاك التفرقيع اللي بحال عيشوره وصافي. بايك عطا البارك واحد كارت فيزيت ديال سانكو، كان عطاها ليه سانكو وقال لي واخا دير رشاش على هذا السيد هذا. بارك فاش غيشوف الكنيه ديال سانكو غادي يقول ليه وهذا السيد راه معروف في السوشيال ميديا. غادي يقول ليه بايك بصح، وغادي يوريه بارك لاشين ديالو اللي كاينه في واحد السيت بحال يوتيوب نيت، وغادي يقول ليه راه متبعينو 200 الف واحد والعيالات كيحماقوا عليه حيت بوبوس بزاف. بايك ما غاديش يعجبو الحال حيت كيقول ناري غادي ياخذ ليا مرتي. وغيقول ليه بايك غير تقلب ليا عليه مزيان، بغيت نعرف عليه الشاده والفاده. قال ليه بارك بحالاش؟ قال ليه بحال مثلا باش تعشى فاش كانت عنده 10 سنين. هي جو سالات الخدمه ديالها وركبات طوموبيلتها، وهي تلقاها ثاني هكاها ليها مول الحاف وخلى ليها ميساج فوكال في الراديو ديالها. صافي هي خافت بزاف ورجعت للدار كترعد كتقفقف، والمشكله ما تابتش. غير يخرج مسكين بايك يتسخر ليها وهي تصوني ليه عاوتاني بالتليفون ديال مول الحاف وقال لها بايك صاف تفرقعتي علينا وما ربحتي والو. قالت لي هيجو كون قلتي للناس بلي هيجو مرتك والله ما توصل لهاد المواصل هادي، ولكن انت هو السبب. قال لها بايك صافي ولا طلقت مرتي، اش غتربح انت من هاد الشيء؟ صافي هيجو تقاداو ليها سقلات. بايك هنا بدا كيشك ويقول لها اذا انت عندك علاقه بمرتي، شنو علاقتك بمرتي؟ صافي سكتات هي وقطعت عليه.
بالليل فاش كانت ناعسة حلمات براسها ملي كانت صغيرة، هي وخوها طرات ليهم شي كتيدة ولا ما عرفت شي حرايق ولا ما عرفت، المهم طرات معاهم شي حاجة وخوها مات وهي بقات عايشة. فاش فاقت امها قالت ليها ناري خاصك ديري راسك زيزونة باش نبقاو في باك ويخلينا نبقاو معاه في الدار، ولا غادي يطلقني وغيجري عنا بجوج حيت ولدو مات. حيت بين قوسين في كوريا هما كيفضلوا البنات على الدراري، حيت زعما الولد زعما غادي يهز السميه ديال العائله وغادي يخدم في الشركه الى اخره الى اخره. الا غد ليه بايك مشى لواحد العزا كيدار كل عام على قبل الشهداء ديال كوريا، وما هو خدام زعما في الحكومه متحدث الرسمي بالحكومه ولا ما عرفتش داكشي، المهم حتى هو كان خصو يحضر. بات هيجو مسكين خرجت واحد الفاميليا بالكروسه وحطاتو مسكين في الجرده باش يشم الهواء ويتمنظر. فاش كان كيتمنظر مسكين هو يجي عنده مول الحاف تسلط عليه وداه، بقى غادي به غادي به غادي به حتى بعدو على بنادم، وهو يوقفو وهو يصوني بالتليفون ديالو على هيجو، صون عليها ابل فيديو. هي شافت باها وهي تشد لابيل نيشان، ولكن مول الحاف ما بينش وجهه، كان مخدم الكاميرا النورانيه ديال التليفون، وهو يقول لها مول الحاف وتبارك الله عليك اخيتي وبلبلتي ليا بايك وخليتيه كيترعد، والله الا عاونتيني بزاف، عرفتي تخدمي التليفون ديالي حسن مني. هي تخلعات وقالت ليه فين با وفين با، هو يقول لها شوفي غير خلي عندك التليفون ديالي وبقاي مكمله في هذا الشيء. ولا هو يوريها واحد الشرويطه فيها شي سنان مقلعين من الجدر، صافي وقطع عليها. هي صافي تخلعات وشدت الطاكسي ومشات نيشان للسبيطار اللي جالس فيه باها. فاش غتمشي تما غتلقى البوليس وصلوا وقالوا ليها ما تخافيش راه باك لقاه واحد الفرملي ولقى معاه هاد السنان، هذا الشيء علاش عيطوا لينا، واصلا هاد السنان طلعوا ماشي ديالو. فاش قلبوه لقاوه صحيح في صحيح، ودابا راه غير عطاوه شي دوايات باش يتكالمو وصافي. هيجو قربات من باها وهو يفيق وبدا كيعاود الهضره ديال مول الحاف، وهيجو صافي شداتها السخفه وتصدمات. اصلا هي كتمشي تشوف باها في داك السبيطار بسميت اختها باش تبان زعما قدام الناس راها هيجو اللي ما كتهضرش، واختها زعما هي اللي كدوي هي اللي كتجي تشوف باها. موراها هيجو مشات مع البوليس باش تكمل زعما التحقيقات في الكوميساريه. وفاش كانوا غاديين في الطريق الراديو ديال الطوموبيل ديال البوليس غادي يبدا يخسر وغيبدا يدير شي تخرشيش. صافي هيجو غتصدم حيت بالخصوص هي خايفه من هاد مول الحاف هذا، وهو خلى ليها ميساج في الراديو ديال طوموبيلتها. صافي السيده غتخاف وغيتقطع فيها النفس، البوليس غيشوفوها هكا غيوقفوا الطوموبيل، ما تخرج هي باش تنفس وبدات كتبكي وكتنخسس. شويه غطول غيبان ليها بايك ومعاه الرباعه ديالو، بزاف ديال الرجالات من فوق المواطر جايين معاه. فاش غادي يوصل غادي يمشي عندها وغادي يهزها بحال هكا من الارض، غادي يقول للبوليسيين غير سيروا نتوما حنا غادي نلحقوا عليكم بالطوموبيل ديالنا. هو غادي يقول ليه البوليسي اش بينك انت وبين هاد السيده هادي، غيقول ليه راه هاد السيده هادي راه مرتي. وهنا فين غتسالي الحلقه 3. يلا تهلاو في راسكم، الله يعاونكم، بسلامه.